الله يمسيك بالخير يا ام ياسر. الله يمسيك بالنور والعافيه. اول شيء تجاني نسلم عليك في بيتك. سلمت شغله من كل وانت في مقام اخت لي. انا جايز ذا اليوم معي في عن ياسر لوجه الله. بيض الله وجهك. وجه سلمان بن عبد العزيز. وجه محمد بن سلمان. وتركي بن طلال. وعلى نية ولدي بندر وامي وابوي. الله يبيض وجهك ويكتب. والله ما تنضمين وابو بندر حي. ونعم ابو بندر. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. انا اللي بسلم. لا والله ما تنزلين. انا اللي بسلم على راسك. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. ووجه ابو محمد لا يبيض وجهك وجنب الحراس ويرحم بندر على من كذا والسعاده في قلبه. الله يجمل حالك. والله رحمة فيك اسمعي رحمة فيك وفي بناتك ولا رجال منهم رجال. الرجال رجال مع المرأة. لكن رحمة فيك وفي ذا البنت اللي كانت تتصل في قبل على الله ابو من جاء انا بيجيبه قبل طلع رسول الله والله. تخيل معايا ان ابنك يتقتل وكل الناس مستنية لحظة القصاص، وفجأة في اخر لحظة بتعمل حاجة محدش كان يتوقعها، لا انتقام ولا فلوس ولا شروط، قرار واحد هز قلوب ملايين الناس. ايه اللي حصل وليه الاب عمل كده وازاي الموقف ده قلب مشاعر الجميع؟ تعالوا نعرف التفاصيل. القصة كاملة، لايك وشير الفيديو وتعالوا نعرف التفاصيل. القصة اللي معانا بتحكي عن موقف إنساني مؤثر جدا. بطلها كان أب فقد ابنه في جريمة قتل، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية واقتراب تنفيذ حكم القصاص على القاتل حصل شيء محدش كان متوقعه. الأب راح بنفسه لبيت أهل الشخص المحكوم عليه، والزيارة دي كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة ليهم. أول ما شافوه كانوا فاكرين إنه جاي يكمل الإجراءات أو يتكلم في أي حاجة تخص القضية، لكن المفاجأة بقى كانت إنه دخل وقال إنه جاي بيبلغهم إنه قرر يعفو عن ابنهم لوجه الله من غير أي مقابل ومن غير أي شروط. طبعا الخبر وقع عليهم كالصاعقة. الأم وأهل الشاب ما كانوش مصدقين اللي بيسمعوه، لأنهم كانوا مستعدين لأي نتيجة، لكن ما كانوش متوقعين إن والد المجني عليه بنفسه يعلن العفو التام عن ابنهم. القرار ده كان صعب جدا، لأن أي أب مكانه كان ممكن يتمسك بحقه القانوني، خاصة بعد فقدان ابنه، لكن هو اختار طريق مختلف وقال إنه محتسب أجره عند ربنا. والأغرب من كده كمان إن اتقال إن الأب قبل كده اتعرضت عليه مبالغ مالية ضخمة جدا مقابل العفو، لكنه رفضها كلها لأنه كان عايز يكون قراره خالص لوجه الله، مش علشان فلوس ولا أي مصلحة. وده خلى ناس كتير بتشيد بالموقف، لأنه بيبين إن الإنسان ممكن يختار التسامح حتى وهو في أصعب لحظات حياته، وإن العفو لما يكون نابع من اقتناع وإيمان بيكون ليه أثر كبير على كل اللي حواليه. في النهاية القصة بقت حديث ناس كتير، لأنها مش مجرد قصة عن قضية، لكنها قصة عن التسامح وضبط النفس والقدرة على اتخاذ قرار صعب جدا رغم الآلام اللي فيه. وفي النهاية سواء اتفقت أو اختلفت مع القرار، محدش يقدر ينكر الموقف ده فتح باب كبير للنقاش عن معنى العفو والرحمة وقدرة الإنسان إنه ينتصر على آلامه. عاوزاكم شاركوني آراءكم بكل احترام، ولو كنتوا مكان الأب كنتوا هتختاروا القصاص ولا العفو؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم الفيديو باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في قصص جديدة هتخليكم تشوفوا الأحداث من زاوية مختلفة. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.